زي ما وعدتكم في حملة وعي طبي يكون هدفنا معلومات قيمة بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق الدكاترة المتخصصين. معانا ومعاكم النهاردة دكتور أشرف حوزة، استشاري أول جراحة عامة وجراحة أوعية دموية. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. اهلا وسهلا يا انجي. اولا مساء الخير. مساء النور. ثانيا انا مبسوط خالص ان انا موجود معاكي النهارده. ميرسي يا دكتور. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم حلقه تكون سهله وبسيطه للناس، وفي نفس الوقت يكون فيها معلومات قيمه نقدر نوصل بيها معلومات تفيد الناس، يستفيدوا بيها وتأثر عليهم. يمكن يا دكتور ده من أكتر التخصصات اللي يكون فيه حاجات كتيرة قوي مهمة للناس. رأي حضرتك نبدأ في رحلة الوعي بأي موضوع يكون فعلا مهم والناس بتسأل عنه كتير؟ انا رأيي ان احنا نتكلم النهارده عن موضوع ليه علاقه بالاوعيه الدمويه، بس مش كتير من الناس يعرف انه هو ليه علاقه باللايف ستايل بتاعتنا، نوعيه الحياه، او انه ليه علاقه بالفود كواليتي والتغذيه بتاعتنا، صح، مظبوط. او انه ليه علاقه بالجنرال كونديشن، الحاله العامه بتاعت الشخص نفسه، رغم ان هو من الامراض اللي بتصيب الاوعيه الدمويه. المرض اللي هنتكلم عنه النهارده مرض الفاريكوز فين، اللي هو دوالي الساقين. بالظبط. طيب وهو يا دكتور دوالي الساقين بتبقى في كذا نوع في انواع الاوعيه الدمويه في الساق، فهو يعتبر من اي نوع من خلل الاوعيه؟ الأوعية الدموية اللي موجودة في الساق دي 3 أنواع. النوع الأول الفينز اللي هي الأوردة، النوع الثاني الارترز اللي هي الشرايين، النوع الثالث الليمفاتيك فيسلز اللي هي الأوعية الليمفاوية. مرض دوالي الساقين ده مرض بيصيب الأوردة اللي موجودة في الساق. بتكون الاورده السطحيه او العميقه السطحيه، مظبوط؟ الانواع الاورده اللي موجوده في الساق نوعين، في اورده سطحيه سوبرفيشال، وفي اورده عميقه اللي هي الديب فينز. بالظبط. مرض دوالي الساقين الفاريكوز فين من الامراض اللي بتيجي في الاورده السطحيه، بتيجي في السوبرفيشال فينوس سيستم. طب خلينا نبدا كده بتعريف بسيط للدوالي. الناس طبعا كلها عارفه، ولكن احنا عايزين نعرف تعريف بسيط ايه هي الدوالي. تعريف الدوالي بطريقه بسيطه خالص، ان الفين اللي هو الوريد بيبقى dilated elongated and tortuous. يعني ايه؟ يعني الوريد اللي بيبقى في رجلنا بينتفخ ويتضخم، بيبقى طويل وبيبقى ملفوف على نفسه. طيب يا دكتور، هل في عوامل بتخلي ان في حد يكون اكتر عرضة من غيره، او بمعنى تاني الريسك فاكتورز للدوالي؟ في طبعا ريسك فاكتورز كتيره موجوده بتساعد على حدوث الدوالي، اللي بنسميها predisposing factor، يعني عوامل محفزه او عوامل بتساعد على حدوث المرض. زي ايه؟ من العوامل دي being a female، يعني مجرد اصلا ان الشخص ده انثى فهو معرض اكتر لحدوث او للاصابه بالدوالي. ايه السبب بقى في ده؟ ده لان الانثى بطبيعتها الانسجه الضامه عندها اللي هي الكونكتيف تيشو بتبقى اكثر مرونه وليونه واضعف طبعا من الراجل، فهي مجرد ان هي فيميل ده معرضه اكتر ان هي تبقى انثى، معرضه اكتر ان هي تبقى عندها استعداد ان يحصل لها دوالي. الحاجه الثانيه الاوبيزيتي اللي هي السمنه، وكل ما كانت السمنه اعلى، يعني كل ما دخلنا في حته السمنه المفرطه كل ما كان فرصه حدوث الدوالي اكتر واكتر. كمان البريجنسي، الحمل. ده يرجع يخلينا للفيميلز عشان الحمل، اكيد طبعا. الحمل ده من الريسك فاكتورز او من البريديسبوزنج فاكتور، العوامل المحفزه اللي بتزود حدوث الدوالي. كتير قوي عند الستات الحوامل يقول لك انا بدا يظهر لي الدوالي في رجليا اثناء الحمل وفضلت مكمله معايا بعد الحمل. كنت لسه هسأل حضرتك، طب هل هي ممكن تختفي بعد الحمل ولا لا ممكن ده هتكمل معانا؟ حالات كتير بتتحسن وبتختفي خالص، وفي حالات بتفضل موجوده بس ما بتبقاش بنفس الحده اللي هي موجوده فيها اثناء الحمل. برضو من البريديسبوزنج فاكتور والعوامل المحفزه الاولد ايج، الناس اللي سنها كبير. كمان من العوامل اللي ممكن تاثر معانا شويه
الجينيتك بريدisposition اللي هو العامل الوراثي، لان مرض الفاريكوز فين ده من الامراض الوراثيه او من الامراض اللي هي بنقول عليها رانزن فاميليز، يعني موجوده في العائلات. فلو عيله فيها شخص مصاب او اكتر بدوالي للساقين، فافراد الاسره دي معرضين اكتر ان هو يبقى عندهم مرض الفاريكوز فين. وهنا مش هتفرق بين راجل وست، هتبقى غالبا طالما جينيتكس هتتساوى ما بين الراجل وما بين الست، بس الست طبعا هيبقى عندها عامل اكتر زياده ان هي اصلا فيميل، واحنا قلنا ان دي من البريديسبوزنج فاكتور. فهي كده لو هندي رقم للراجل هنديله نمبر 1، هتبقى هي نمبر 1 ونمبر 2 من الريسك فاكتور. لما نيجي كمان نقول ان هي فيميل، طب هي فيميل ممكن يحصل لها بريجنسي، فده كمان يزود الريسك فاكتور. فمجرد وجود الجينيتك فاكتور ده بيتساوى الراجل والست، لكن وجود الاذر فاكتورز زي ان هي ممكن يحصل لها بريجنسي او ان هي اوريدي فيميل انثى، ده بيزود اكتر شويه حدوث الدوالي عندها من الراجل. طيب عندي سؤالين هنا، سؤال بخصوص الاوبستي. ناس ممكن نلاقيها مش اوفر ويت قوي، ولكن هو يعني وزنها جسمها مش قادر يتحمل الوزن الزايد ده حتى لو كان صغير. عشان في ناس بنقابلها تقول لك ما انا مش اوفر ويت اصلا، ولكن جسمها مش متحمل ده فعلا موجود؟ الاوبيزيتي مش شرط بس ان يبقى شكل المريض الاوبيز، المريض السمنه، انه يبقى شكله ضخم قدامي قوي. بالظبط. هي القصه في نسبه الدهون اللي موجوده في جسمه. هو ممكن يبقى نسبه الدهون اللي موجوده في جسمه بالنسبه ليه هو بالزبط. اعلى من الطبيعي، ودي من الريسك فاكتور والبريديسبوزنج فاكتور اللي احنا بنقول عليها في الفاريكوز فين. لان هو كل ما زادت نسبه الدهون في جسم الانسان سواء ميل او فيميل، وطبعا ده اكتر للفيميل بالظبط، كل ما تزيد نسبه الدهون دي كل ما كان في فرصه اكتر لحدوث الدوالي، لان الفينز الاورده حواليها دهون. ايوه. كل ما الدهون دي كانت اكتر بتضغط على سطح بالعكس، كل ما الدهون كانت اكتر حوالين الاورده كل ما ادت فرصه مساحه للاورده بانها توسع تتضخم تتنفخ بالدم، لان اللي حواليها دهون طريه خالص. لكن صح. على عكس الراجل الدهون اللي حوالين الاورده تبقى كميتها اقل، تكاد تكون في بعض الاماكن او في الساق من تحت عند الرجاله ممكن تكون مش موجوده. أيوة. فده معناه ان جدار الاورده مفيش مجال انه يتنفخ او يتوسع او يتمدد بصوره زي اللي بتحصل في الفيميل او اللي بتحصل مع الناس الاوبيز اللي عندهم سمنه اللي فيهم نسبه دهون عاليه. صح مظبوط. طيب يا دكتور، هل في عوامل اخرى ممكن توصلنا لده، زي مثلا طبيعه شغل؟ في ناس ممكن يكون ما فيش اي الكلام ده، بس طبيعه شغلهم مأثره على صحتهم. هو طبيعي البريديسبوزنج فاكتور اللي احنا بنقول عليها لازم يبقى فيه حاجه معاها كمان. ما هو مش طبيعي ان واحده فيميل بس ويحصل لها دوالي عشان هي فيميل بس، هي مجرد انها فيميل فده ريسك فاكتور اكتر بالظبط. لكن مع لونج ستاندنج لونج سيتنج، يعني وقوف لمده طويله او جلوس لمده طويله، ده بيساعد كتير قوي على حدوث الدوالي. طب وقوف لمده طويله احنا عارفينها، طب حتى كمان الجلوس لمده طويله بيأثر؟ الجلوس لمده طويله بيأثر وبيساعد على حدوث الدوالي، لان واحنا قاعدين زي القعده اللي احنا قاعدينها دي احنا كده عاملين كينك، يعني تنيين الاورده، وبالتالي كده انا مخلي الدم اللي موجود في القدم وفي الساق من تحت كأنه مقفول عليه، فبيبقى كومبريسد موجود تحت، مضغوط تحت، فده بيزود فرصة ونسبة حدوث الدوالي. طيب يا دكتور، الدوالي ليها مراحل ولا هي وانس جت فهي دوالي بتبدأ كده وتنتهي كده، ولا هل في مراحل ومرحلة متقدمة ومرحلة متأخرة؟ لا، الدوالي طبعا أكيد ليها مراحل، وأكيد لما بتبدأ مش بتبدأ كلها مرحلة واحدة. واكيد بتبدا بدرجات خفيفه، وكل ما بنهمل فيها وكل ما بيبقى التوعيه عندنا اقل شويه كل ما المرض بيتقدم، يعني بيزيد. هي بتبدا بمرحله خفيفه خالص اسمها الفين دايلاتيشن، ودي معناها ان الوريد بيتمدد، ودي العيان ممكن ما يشوفش فيها حاجه لان ما بيبقاش فيه حاجه ظاهره في الساقين، وممكن الدكتور ما يشوفش فيها برضو اي حاجه خالص، غالبا مش بنكتشفها الا بالاشعه.
وغالبا في المرحله دي ممكن يبقى لسه البيشنت ما بداش او يشتكي؟ المريض ما بداش يشتكي من اي حاجه. مم. بندخل بعد كده على المرحله اللي بعد كده اللي هي مرحله السبايدر فينز. سبايدر مم. فينز اللي هي الدوالي العنكبوتيه، ودي اللي المريض بيلاحظها ان الست او الراجل لما بيقف كتير بعد فتره يبدا يبان عنده زي شعيرات صغيره بتملى الرجلين سواء الساقين او الفخذين، فبيبدا ياخد باله ان لا ده في منظر غريب بدا يحصل، ده انا تقريبا عندي دوالي. وبتكون مصاحبه بالم او بنغزه او حاجه ان هو دي يبدا. المرحله اللي بعد كده. المرحله اه. اللي بعد كده ان العيان بيبدا يشتكي من بين يعني الم، ممكن يشتكي من اديمه تورم في الرجلين، مم. وخصوصا العيان يقول لك انا رجلي بتورم في نهايه اليوم، يعني طول اليوم صح. بيشتغل واقف على رجله او قاعد مده طويله، فبيجي في اخر اليوم يقول لك انا بالليل رجلي بحس انها مورمه. مم. فدي حاجه تانية بيشتكي منها في المرحله دي. حاجه تالتة بيشتكي بيها اللي هي الهيفنس سensation، اللي هو احساس تقيل. التقل، يقول لك انا رجليا بتتقل عليا، حاسس انها تقيله. برضو دي بتحصل في المرحله اللي احنا فيها دي. ده غالبا بيحس بيه العيان في المرحله دي، وبيحس بيه الحاجات دي دايما بعد وقفه طويله او بعد قعده طويله. مظبوط. بعد كده بندخل في مرحله تانية اسمها الانكل تشينجز، ودي بتبدا تظهر بعض التغيرات في منطقه الانكل جوينت، مم. انه عند مفصل القدم من تحت بيبدا يحصل فيه شويه اتشنج، يعني هرش وزي حساسيه. العيان يقول لك رجلي بتاكلني، مم. يبقى عايز يهرش فيها من ضغط الدم على الرجل طول اليوم نتيجه الوقفه الطويله او القعده الطويله، فبيبدا يحصل احساس الاتشنج ده او احساس الهوتنس، ان هو يقول لك انا الحته دي فيها سخونيه مش طبيعيه، ما بتحصليش، ما حصلتليش قبل كده. دي المرحله اللي بعد كده. المرحله اللي بعديها بيبدا يحصل حاجه اسمها سكين تشينجز، اللي هي الجلد نفسه يبدا يتغير. يبدا يتغير يعني ايه؟ يبدا يحصل فيه براونش بيجمنتيشن، يعني ابص العيان يقول لي ان السكين الجلد بتاعه بدا يغمق، لونه بدا يبقى بني غامق. المرحله دي السكين فيها بيبقى harder and darker، يعني اغمق وانشف شويه من الطبيعي، دي يعني مرحله مع الجلد ما التهاب بيبقاش طويل طويل تقريبا. بالظبط. بالظبط. دي مرحله بندخل فيها احنا كده بنعدي بالمراحل دي، مرحله متقدمه شويه. مم. المرحله اللي بعد كده بيدخل العيان في الالسريشن، اللي هي تقرحات اللي بتحصل في الساقين، ودي من المراحل النهائيه او الاخيره اللي بتحصل في الدوالي. طبعا لو اهملناها من غير علاج ومن غير ما نحافظ بالظبط. على نفسنا هو ده بنوصل هدفنا. للمرحله دي. هدفنا ان احنا نوعي الناس بالمراحل اللي في اكيد الاول طبعا. علشان نحاول نقف عند المرحله دي، او حتى اللي ما عندوش يبدا يمنع وما يوصلش اكيد للمراحل دي. طبعا. طيب يا دكتور، في المراحل دي هل في مرحله لو وقفنا عنها ممكن نرجع تاني زيرو ستيج، ولا احنا بس بنعمل ان احنا بنكتفي ان احنا نقف في المرحله دي وما نزودهاش؟ ايه اللي بيحصل في العلاج؟ في معظم حالات الدوالي الدوالي ما بتبقاش ريفرسبل، يعني ما بقدرش ارجع العيان للزيرو بوينت، ان هو بنكنترول بقى الالم العيان يرجع مش مريض دوالي. لا، هو انا هدفي كله بان انا اوصل بالعيان ان انا اول ما اكتشف ان هو عنده دوالي ان انا اعالج الاعراض واوقفه عند الستيج اللي هو موجود فيها، بحيث ان الستيج بتاعتنا ما تتقدمش لستيج اعلى من كده، وما يبداش يظهر عليا اعراض اكتر من الاعراض اللي موجوده عندي، والموضوع يبقى بالنسبه للعيان مريح وما يبقاش بيشتكي، وقف عند اللي انا فيه. نحسن الكواليتي اوف لايف بتاعته، وان هو يعرف أكيد يعيش حياته طبعا. احسن، طبعا. ونقف عند المرحله دي. طبعا. طيب يا دكتور، ده يودينا للمضاعفات بتاعه الدوالي، ودي اللي قلناها غالبا في المراحل اللي بتحصل، بس هل في مضاعفات تانية ممكن تحصل؟ المضاعفات اللي بتحصل من الدوالي بتبدا من مضاعفات بسيطه خالص، زي اللي قلنا عليها البراونش بيجمنتيشن، يعني مجرد ان الجلد لونه يغير. ودي تعتبر من المضاعفات اللي بتبقى عند بعض الناس مقلقه جدا ومؤلمه بالذات جدا، للفيميلز طبعا، وخصوصا الفيميلز، لان المنظر طبعا بتاعها بيبقى مش كويس، فده بيبقى مؤذي بالنسبه للفيميل والستات اكتر طبعا.
من المضاعفات التانية انه ممكن يحصل لنا هيموريدج، يحصل نزيف، لان الدوالي دي بتبقى منتفخه وبتبقى ملفوفه على نفسها وبتبقى ظاهره واضحه جامد جدا لو عيان اتخبط فيها، او عيان من كتر ما بيحصل irritation بيبقى فيه تهيج في الجلد فقاعد يهرش فيها ممكن يحصل نزيف بمنتهى السهوله. من المضاعفات اللي ممكن تحصل كمان حاجه اسمها الدرماتيتس اللي هو التهاب الجلد، والتهاب الجلد ده مشهور جدا في مرض الفاريكوز فينز في الدوالي، لانه من كتر الضغط اللي بيبقى موجود في الاورده الدم بيحصل فيه رشح، بيحصل رشح الدم وسوائل تحت الجلد. بالظبط. السوائل اللي بتطلع من الاورده وبتبقى تترشح تحت الجلد دي ما بتبقاش سوائل ميه بس، ده بيبقى فيها كمان ار بي سيز، يعني كرات دم حمراء. كرات الدم الحمراء دي فيها حديد، فيها ايرن. الايرن ده من الحاجات اللي مشهور جدا انها لو جت تحت الجلد بتعمل تهيج جامد في الجلد، فده اللي بيعمل عند العيان احساس الاريتيشن اللي هو احساس تهيج الجلد، واحساس الاتشنج انه عايز دايما يهرش في رجله، وان في احساس ان في حاجه مش مريحاه في رجله، وان رجله سخنه، وان هي ملتهبه باستمرار. ده كله من الدرماتيتس. ممكن يحصل من المضاعفات برضو اكزيما، ده نوع من انواع الحساسيه تحصل في طبقات الجلد، من ان الجلد على طول باستمرار نتيجه الرشح اللي موجود بيبقى مبلول على طول، ونتيجه الرشح اللي موجود ده يخلي الجلد ماهوش هيلسي، ونتيجه ضغط الدم والتورم اللي بيحصل في الرجل بيبقى فيه ستريتش للسكين، فكل ده بيغير من طبيعه الجلد. الهيلثي سكين بيحوله الانهيلثي، بيحوله لجلد مش صحي، فبيبدا يظهر بعض الحاجات زي الاكزيما. المفروض يا دكتور دي حاجات تبقى زي الارم سيمتومز كده، بتقول ان احنا في بقالنا مده طويله ان في حاجه غلط في الاوعيه في الرجل، يعني طبعاً دي بتبقى من الحاجات اللي بعد وقت طويل من ما هو انا مش هوصل لمرحله الدرماتيتس والاكزيما والسكين بيجمنتيشن او ان انا اوصل حتى بالمضاعفات لمرحله الالسريشن وان يبدا يحصل قرح موجوده في رجلي، قرح دوالي، ودي من القرح السيئه جدا في التعامل معاها واللي بتطول جدا في علاجها، الا ما اكيد اكون قعدت مده طويله قوي بالفاريكوز فينز بالدوالي ومش بعالجها، او مهمل شويه في ان انا اتبع التعليمات اللي الدكتور قال لي عليها، وبالتالي وصلت للمرحله دي. طيب ده بقى يودينا يا دكتور انه فعلا احنا ازاي نمنع اول وازاي نعالج، فاحنا من الاول كده ازاي بقى نبعد بعيد عن كل الكلام ده؟ اهم حاجه في علاج الدوالي هي المرحله اللي قبل العلاج اللي هي مرحله البريفنشن، اللي هو مرحله ان انا امنع المرض ده من الاول انه يحصل، او اسمها الافويدنج، ان انا احاول اتجنب على قد ما اقدر ان يحصل لي دوالي. بالظبط. طيب ده ممكن؟ طبعا ممكن، رغم ان انا عندي ريسك فاكتور. طبعا رغم ان انا عندي ريسك فاكتور. اللايف ستايل موديفيكيشن. اللايف ستايل يعني ايه اللايف ستايل موديفيكيشن؟ احنا بنقول انا ممكن حتى لو انا عندي ريسك فاكتور او بريديسبوزنج فاكتور، يعني عندي عوامل محفزه ان يحصل لي دوالي، بس ممكن ما تحصليش، ممكن عن طريق الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دي اللي هي تعتبر اهم من العلاج نفسه. ان انا لو عملتها ممكن ما احتاجش علاج، ممكن ما ابقاش مريض فاريكوز فين ودوالي وادخل بقى في قصه العلاج، او لو دخلت العلاج بسرعه يجيب نتيجه لان انا ساعدته بحاجه تانية، او لو حصل بالزبط. تبقى جريد خفيفه، مجرد شويه حاجات بسيطه اقدر ان انا اعالج بيها الموضوع وما يبقاش اجريفيتنج ويزيد ويوصل لمراحل متقدمه. طب دي نقطه مهمه بالظبط، ايه هي البريفنشن للفاريكوز؟ البريفنشن ده اول حاجه ان انا زي ما قلت كده ان انا بغير اللايف ستايل بتاعي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الريجولار ووكينج ورانينج اللي هو ان انا بمشي كتير، ان انا بلعب رياضه، ان انا بجري كتير، الاكسرسايز، كل اللايف ستايل موديفيكيشن ده بيوصلني ان انا اولا ببقى في جنرال كونديشن، هيلثي جنرال كونديشن، فده بيخليني مش اوبيز، بيخلي صحتي كويسه، بيخلي ايفن حتى الجدار بتاع الاوعيه الدمويه عندي هيلثي، فاقدر ان انا بشويه رياضه، بشويه اكسرسايز، بشويه لايف ستايل موديفيكيشن ان انا اقلل نسبه حدوث المرض ده عندي. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟
لو انا بقف مده طويله او بقعد مده بالظبط. طويله يبقى انا لازم ابعد avoid ال prolonged standing and sitting، ابعد عن الوقفه لمده طويله او فتره طويله او القعاد لفتره طويله. طيب ممكن اعمل ايه كمان؟ حاجه اسمها periodic elevation، بمعنى لو انا بشتغل شغل لازم اقعد مده طويله بالظبط. او لازم اقف مده طويله، يبقى لازم كل فتره والتانيه ارفع اقعد رجلي. وارفع رجلي لفوق 45 درجه عشان ارجع الدم من رجلي، عشان اقلل نسبه وفرص حدوث الدوالي في الساقين. الحاجه اللي بعد كده الجود هايدريشن. يعني ايه جود هايدريشن؟ ان انا اشرب سوائل بكميات كبيره. ليه اشرب سوائل بكميات كبيره؟ عشان كل ما اشرب سوائل كتيره، السوائل دي مسيلات طبيعيه، يعني ربنا خالق الميه مسيل طبيعي، بتخلي الدم بتاعنا سايل ماهوش لزج. كل ما كان الدم لزج اكتر هيكون كل ما كان بسهولة في الفين. التواجد بتاعه في الفينز في الاورده بيقعد مده اطول، ان هو يرجع من رجلي اصعب، فده يخلي الامور تسوق. اصعب والامور تزداد سوء. يبقى انا لما اعمل جود هايدريشن واشرب كميه سوائل كويسه في اليوم، ده هيحسن الامور. من الحاجات التانيه السموكينج. طبعا. لو وقفت التدخين ده يساعد طبعا، لان غير المدخن الوول بتاعت الفينز والارتريز، يعني جدار الاوعيه بتاعه سواء الأوعية. الشرايين او الاورده بتبقى هيلسي، وبالتالي بيبقى فرصه احسن من انه ما يحصلوش دوالي. الحاجه اللي بعد كده برضو، ودي تدخل تحت اللايف ستايل موديفيكيشن، ان انا اتجنب ان ابقى اوبيز، ان انا ابعد عن الاوبيزيتي، ما ادخلش في الكاتيجوري بتاع الناس الاوبيز. يعني اقدر اتحكم في الفود كواليتي بتاعي، في التغذيه بتاعتي، ان انا ابعد عن ان انا ابقى انسان سمين، ما ادخلش في السمنه. ولو انا انسان حتى سمين اقدر ما ابقاش عندي سمنه مفرطه، لان كل درجه من دي هتاثر علينا في حدوث الدوالي. طيب من الحاجات اللي ممكن نستخدمها او نستعملها عشان نقلل فرص حدوث الدوالي، ودي طبعا بتبقى في الجريدز او الستيجز الاولانيه، اللي هو الالاستيك ستوكينج، شراب الدوالي. شراب الدوالي ده ما هو الا شراب بيبقى الاستيك، يعني مطاطي، بيمسك الدوالي، بيحافظ عليها شويه انها ما تتملاش بالدم قوي، وبالتالي ما تتنفخش وما تبقاش متمدده جامد، ما تتملاش بالدم قوي، وبالتالي فتحسن الحال بتاع الساق، بحيث ان لو انا بقف كتير او بقعد كتير بس بلبس شراب دوالي، فده هيحسن شويه الامور، اني ما اوصلش لان رجلي يبقى فيها دم مده طويله موجوده في الساق من تحت، وبالتالي ما يحصلش مرض دوالي، او لو حصل هبقى في جريد خفيفه، ما بقاش جريد كبيره. طيب يا دكتور، بمناسبه شراب الدوالي، شراب الدوالي مهم جدا نعرف ان احنا اصلا ازاي نلبسه، دي مهمه جدا، وكمان نلبسه مده ساعات قد ايه؟ يعني هل طول اليوم ولا هل بنقلعه ونلبسه؟ قول لنا بقى. شراب الدوالي من الحاجات المهمه جدا في البريفنشن، في منع حدوث الدوالي، او حتى على الاقل في منع ان انا اتحول من ستيج قليله لستيج اعلى من كده، يعني يمنع تقدم المرض. شراب الدوالي اللي بيوصفه الطبيب، لان الشراب فيه انواع كتير منه، فوق الركبه، تحت الركبه، مقاسات بتاعته، درجه الضغط الشراب على الساق، دي كلها حاجات بيحددها الطبيب عن طريق فحص المريض، وبيعرف هو في ستيج ايه وهو محتاج ايه من شراب الدوالي، فهو الوحيد اللي هيقدر يوصفه. يعني شراب الدوالي ما ينفعش نروح نجيبه كده مننا لنفسنا ونلبسه طول اليوم بقى، الا اذا الطبيب المتخصص وصف لنا شراب الدوالي. طيب شراب الدوالي من الحاجات اللي فيها اخطاء كتير قوي جدا في لبسها. احنا بنلبس شراب الدوالي او الناس بتلبس شراب الدوالي زي الشراب العادي، هو اسمه كده، لكن الالاستيك ستوكينج ده، شراب الدوالي ده بيتلبس لازم العيان ينام رجله مفروده مرفوعه 45 درجه لمده 30 ثانيه ولا حاجه، يكون الدم اللي موجود في القدم وفي الساق رجع لورا، واقوم لابس الشراب ورجلي مفروده في نفس الوضع ده،
عشان تضغط على الاورده من بره، كاني بالظبط قفلت الاورده. انا كده بمنع ان الوريد يتمدد والدم ينزل فيه ويفضل موجود فتره طويله. فدي حاجه بتقلل الاعراض، وبتقلل نسبه وفرص ان الستيج اللي انا موجود فيها تسوء وتتحول من مرحله قليله الى مرحله اعلى من كده. شراب الدوالي بيتلبس طول اليوم؟ لا طبعا، ودي برضو من الاخطاء الشائعه. شراب الدوالي لازم يتقلع كل كام ساعه عشان الرجل يحصل لها ريفريشمنت كده بالظبط، والدوره الدمويه تشتغل ونرجع نلبسه نلبسه تاني. لان شراب الدوالي اكيد مش قافل الاورده 100%. فطول ما انا لابس شراب الدوالي واقف، شويه دم بيتسربوا وينزلوا ناحيه القدم من تحت. فلو لبست شراب الدوالي مده طويله جدا، يبقى انا كأن في دم موجود في القدم والساق من تحت وانا قافل عليه. بالظبط. ده بالعكس هيعمل لنا مشكله اكبر، هيزود لنا الاعراض اكتر، ومش هيمنع لنا حاجه. فلازم كل فتره، كل كام ساعه، اقلع الشراب وارفع رجلي والبسه تاني، عشان اخلي الدم اللي موجود تحت ده يبقى فيه فرصه انه يرجع لفوق تاني. تمام. طيب يا دكتور، واخيرا كده، العلاج، علاج الدوالي اكيد هو فيه كذا طريقه للعلاج، مش حاجه واحده وحسب المرحله. طرق علاج الدوالي كتير قوي. اهم بوينت فيهم اللي لازم نركز عليها، وده هدفنا النهارده في الحلقه، اللي هي البريفنشن. ازاي نمنع؟ دي الحاجات اللي اتكلمنا عليها. لكن مجرد ان احنا خلاص انا بقيت مريض دوالي، ممكن اتعالج بايه؟ ممكن اتعالج بطرق كتير قوي نبقى نتكلم عليها بعدين. بس منها الميديكال تريتمنت، اللي هو العلاج الدوائي اللي بيوصفه الدكتور في البريسكريبشنز بتاعته حسب الحاله، حسب الستيج، حسب العيان. ما ينفعش حد ياخد روشته حد، ما ينفعش طبعا. ما ينفعش حد ينصح حد انه ياخد كذا، لان كل واحد ليه حاله، كل واحد ليه اعراض، كل واحد مختلف عن التاني. ولسه هنقول ان من ضمن انواع العلاج، انا ممكن الحاله دي تتعالج ميديكال يعني بالعلاج الدوائي، لكن الحاله الثانيه ممكن تتعالج سيرجيكال يعني محتاجه تدخل جراحي. في حاله تانية ممكن تحتاج ان انا اعمل لها كاسترايزيشن يعني اعالجها بالقسطره، وما احتاجش ان انا اعمل لها جراحه ولا اتدخل فيها تدخل جراحي، لان في حالات ممكن ما ينفعش ليها اجراء جراحي. فيبقى الاساطر في الحاله دي من الحلول الكويسه. في حل تاني زي حقن الدوالي، وده مش بينفع لكل الحالات، لكن من ضمن الحلول ومن ضمن طرق العلاج اللي موجوده في الدوالي. كل اللي احنا قلنا عليه ده يقدر يحدده الدكتور بعد مناظره الحاله، بعد الفحص، بعد الاشعه، وهيعرف العيان بتاعه في ستيج ايه المشاكل الموجوده عنده وهنقدر نعمل ايه. معلش يا دكتور، بس هكلمك في حاجه كده بسيطه عن الحقن، لان موضوع حقن الدوالي ده بقى منتشر دلوقتي، ويمكن في غير تخصصات كمان دكاتره الاوعيه، وبقى منتشر في عيادات كتير قوي. اكيد. فانا حابه بس نوجه برضو حاجه فيها وعي للناس. هل الحقن بيرجع تاني؟ لان في ناس تقول لك انا عملته ورجع تاني. فانا بتهيألي الموضوع ده زي ما حضرتك قلت لي قبل حتى ما نعمل انترفيو، خاص بحاله المريض وخاص بمهاره الدكتور. فالموضوع ليه ابعاد تانية خالص عن الترند اللي طالع في موضوع حقن الدوالي. حقن الدوالي طبعا بقى ترند. بس انا شايف ان ما ينفعش يعمل حقن الدوالي غير طبيب متخصص في الاوعيه الدمويه بالزبط. لان دي شغلته، هو الادرى هو بيعمل ايه. حقن الدوالي طريقه من الطرق الجديده لعلاج الدوالي. حقن الدوالي حاجه سهله، حاجه بسيطه، بس مش بتنفع لكل الحالات. في نسبه ريكرنس يعني نسبه رجوع للمرض من 0.5% ل 2% في الحالات. بس لو كان الحقن بطريقه سليمه، اختيار العيان اختيار سليم، الدكتور متخصص وسكيلفول وبروفيشنال ومتميز ومتخصص بالزبط. ممكن يكون ده حل كويس خالص. شكرا يا دكتور، وشكرا على النصايح والمعلومات الكتير اللي قلتها لنا النهارده. مش هتبقى دي اول مره، احنا محتاجين نتكلم معاك في مواضيع كتير، وان شاء الله نشوف حضرتك في حلقه جديده من وعي طبي. اتشرفت بحضرتك جدا النهارده. شرف ليا، انا مبسوط جدا ان كنت معاكي النهارده. اتمنى ان احنا نكون قدمنا حاجه فيها معلومات قيمه، فيها شويه وعي طبي بس بطريقه سهله وبسيطه. شكرا يا دكتور. شكرا.
اشوفكم في حلقه جديده من وعي طبي، ودمتم سالمين، دمتم بصحه ووعي.